لو معاك 15 جنيه وسقعان ومش عارف تعمل ايه، يبقى كل اللي عليك يا معلم هتجيب بصل من عند امك في البيت وتقشرها بالطريقه دي وتقطعها مكعبات صغيره. بعد كده يا معلم هتجيب حله امك الجميله وتنزل بيها على النار هاديه، وتنزل بشويه زيت حلوين وعليهم بالظبط شويه لسان عصفور حلوين. هتجيب لسان العصفور وتقعد تحمر فيه زي ما انت شايف لغايه ما يوصل للون اللي انت شايفه قدامك ده. اول ما لسان العصفور يتحمر هتنزل بالبصل تحمره كمان تحميره، وتنزل بعد كده ببزله وجزر وتقعد تحمر فيهم. بعد كده هتنزل بواحده مرقه دجاج وشويه ميه عشان احنا ما عندناش شوربه رجول فراخ. هتنزل بالبهارات ورق لورا ملح وفلفل وبهارات فراخ يا معلم، وتقعد تقلب فيها التقليبه الخطيره لغايه ما توصل للغليان كده معاك. اول ما تبتدي تغلي تقفل عليها لغايه 5 دقايق ولغايه ما توصل للشكل اللي انت شايفه قدامك ده. كل وتدلع يا معلم. وانا بس كنت جاي اقول لك لو معاك 10 جنيه ومحتار تاكل ايه او تتعشى بايه، يبقى لازم تتفرج على الفيديو ده. اول حاجه لازم تعملها تصلي على النبي في التلات، وتجيب بصلايه يا معلم وتقطعها قطع مربعات، وتجيب طماطمايه يا معلم وتقطعها برده قطع صغيره. تنزل بالبصلايه في الزيت تشوحها وعليها الطماطمايه تتسبك معاها. بعد كده يا معلم تنزل ب3 بيضات وتقعد تقلب فيهم تقليبه خطيره، وتنزل بالملح والفلفل بتوعنا. بعد ما البيض ياخد الملح والفلفل يا معلم كده انت خلصت الاكله بتاعتك الجميله. شيلها من على النار يا معلم وتعالى اعمل لك سندوتشات، وما تنساش تعزم صاحبك عليها. وانا بس كنت جاي اقول لك